ازيكم يا شباب؟ وحلقة جديدة من سكر بوكس هنتكلم فيها على فكرة المظلومية في الكورة وخصوصا المؤامرة التحكيمية. وهنتكلم على فكرة المظلومية في الأهلي وريال مدريد، وهنتكلم عن تطور هذه الفكرة في نادي الزمالك. وخلينا نبدأ بتصريح صدر مؤخرا من رئيس رابطة الليجا في أسبانيا، المحامي خافير تباس قال في التصريح إن ريال مدريد يبكون دائما، ولو فازوا في المباريات هيكون دوت بسبب إنهم تغلبوا أو قدروا إن هم يتغلبوا على قوى الشر، ولو خسروا فهم خسروا بسبب المؤامرات التحكيمية. وبيكمل خفير تباس وبيقول بسبب الحاجات دي كلها أنا بدأت أشعر بالخجل لكوني مشجعا لريال مدريد. طبعا احنا متابعين الفترة الأخيرة ريال مدريد في الدوري الاسباني، وان الموضوع بدأ يبتعد منه في المنافسة على بطولة الدوري. وجمهور ريال مدريد والمنظومة بتاعت ريال مدريد بشكل عام بدأت تتكلم على المظلومية وعلى المؤامرات التحكيمية بشكل كبير جدا، حتى ان في حكم طرد بلينجهام في احدى المباريات، والحكم دوت اتبعت له 100,000 رسالة تهديد بالقتل من جمهور ريال مدريد. فخفير تباس بيعلق على الموضوع دوت، بيقول ان عمر ما ريال مدريد كان كده، وعمر ما كان بيبكي بسبب الحكام، فريال مدريد اكبر من كده، ده معنى كلامه. وان هو كمشجع لريال مدريد، ان هو شايف الوضع دوت وضع مش سليم، وان هو خجلان عشان الموضوع دوت مش من شام الكبار. فتصريح خفير تباس دوت بيمثلني. انا واحد من الناس بشجع النادي الاهلي من صغري، من سنة 92. عمري ما شفت النادي الاهلي بيبكي او بيصيح او بيعترض بشكل متكرر على التحكيم، وان يبقى في نظريه موجوده في النادي الاهلي اسمها نظريه الاضطهاد التحكيمي او المؤامرات التحكيميه، وان التحكيم بيضطهد الاهلي. الموضوع ده ما كانش موجود على مدار تاريخ الاهلي الا مؤخرا، وخصوصا في الفتره اللي النادي الاهلي كان بيخسر فيها الدوري في 21 و22. والموضوع دوت كان بسبب ان في بعض الناس اللي موجودين على الميديا والسوشيال ميديا كانوا بينظروا لقصة المؤامرات التحكيمية، وان الحكام فاسدون، وان النادي الاهلي بيتحارب من الحكام، وان النوس هو نادي الزمالك ومش عارف، والاهلي هو ابن البطه السوداء وحاجات من هذا القبيل. فبدا يبقى في تنظير للمظلوميه والمؤامرات التحكيميه بالنسبه للنادي الاهلي، وده كان شيء بشع جدا بالنسبه لي كمشجع للنادي الاهلي. وخلينا نقول ليه المظلوميه حاجه سيئه جدا، وايه هي التاثيرات السيئه او الكوارث اللي ممكن تعملها المظلوميه في الانديه. هما حاجتين او اكتر حاجتين بيعتبروا كوارث بيحصلوا في الانديه. الحاجه الاولانيه ان المظلوميه بتخلي النادي انهزامي، بتعمل لك حاله من الانهزاميه، بتبقى انهزامي وترمي الفوطه بدري. خلاص انا عليا مؤامره، فخلاص انا هكمل بقى المنافسه ليه للاخر، واتعب نفسي واتعب جمهوري ومش عارف ايه. فبتبقى انت كنادي كاداره وكاعلام وكجمهور في حاله من الانهزاميه بسبب الاحساس بالمظلوميه. والكارثه التانيه اللي بتعملها المظلوميه انها مش بتخليك تشوف عيوبك بشكل كويس. انت ممكن يكون اتعرضت لخطأ مثلا من حكم او كذا او كذا، بس انت في نفس الوقت عندك عيوب. فالمظلوميه بتدي لك الشماعه جاهزه ان انت تمسك في رقبه التحكيم والمؤامرات التحكيميه وما تشوفش عيوبك. ودي بقى كارثه كبيره جدا بتعملها المظلوميه في الانديه، انها بتدي لك الشماعه جاهزه وما بتخليكش تشوف عيوبك بشكل جيد. وخصوصا ان الاخطاء التحكيميه هي على الجميع. لو ركزت كده في الاخطاء التحكيميه في كل الدنيا، هي على الجميع، على جميع الانديه. جميع الانديه بتتعور من الحكام، وجميع الانديه بتستفيد من الحكام. فدول اكبر حاجتين او اكبر كارثتين بتعملهم المظلوميه في الانديه، انها بتعمل لك روح انهزاميه وتخليك ترمي الفوطه بدري، والحاجه التانيه انها بتخليك ما تشوفش عيوبك بشكل جيد، وتقدم لك المؤامرات التحكيميه كشماعه جاهزه تعلق عليها فشلك. عشان كده ما ينفعش المظلوميه تكون موجوده باي حال من الاحوال في الانديه الكبيره. ممكن تلاقيها في الانديه المتوسطه، الانديه الصغيره، لكن نادي كبير زي النادي الاهلي او نادي ريال مدريد لما تلاقيه بدأ يتكلم عن المظلوميه والمؤامرات التحكيميه، تعرف ان في حاجه غلط موجوده في النادي نفسه، موجوده في ادارته، موجوده في اعلامه، او موجوده في جمهوره. ما ينفعش الانديه الجماهيريه او الانديه الكبيره
العظيمة العتيقة أندية البطولات تتكلم عمال على بطال على حتة المظلومية التحكيمية أو المؤامرة التحكيمية. خلينا بقى نخش على نادي الزمالك، وزي نادي الزمالك اللي هو أحد رواد نظريات المؤامرة والمظلومية في العالم. خلينا نقول ازاي نادي الزمالك قدر يطور المظلومية لحاجة كده شبه حب المعاناة. يعني نادي الزمالك يعني هو طبعا مظلوم طول عمره في نظر جمهوره وإدارته وإعلامه، فالموضوع بقى اتطور معاه في الآخر لحب المعاناة. ازاي؟ ويعني ايه حب المعاناة أصلا؟ نادي الزمالك كده من ساعة ما وعيت أنا على الكورة، ومن ساعة ما كتير منكم وعى على الكورة وهو في مشاكل، يعني في مشاكل في جوه نادي الزمالك، وإدارة الزمالك بتتخانق مع بعضها، الإدارة القديمة مع الجديدة، والأعضاء مع بعض، والإعلام مع بعض، والجمهور مع بعض، في خناق دايما وفي مشاكل. فالعبث اللي موجود جوه نادي الزمالك دوت خلاه يبتعد رويدا رويدا عن البطولات الكبرى. يعني بدأ الزمالك يعني بقاله أكتر من 25 سنة يكتفي ببطولات دوري قليلة جدا، وبطولات كاس كل فين وفين ومش عارف، وبطولات الأفريقية الضعيفة. فالزمالك ابتعد عن البطولات الكبرى. فالزمالك اتطور عنده حتة المظلومية بقى لحب المعاناة، ان هو بقى شايف ان المشاكل والازمات هي محور الحياة. فانا دلوقتي انا ابتعدت عن البطولات، ففي حاجة بقى لازم تكون موجودة دايما، هي اللي بتخليني متصدر الساحة او مخليها حجم كبير. ايه هي الحاجات ديت؟ هي المشاكل والازمات. فالمشاكل والازمات بقت بالنسبة لقطاع كبير جدا من الزملكاوية، سواء ادارة او اعلام او جمهور، هي الحاجة اللي بتخلّي الزمالك دايمًا متصدّر، الزمالك دايمًا محور الاهتمام، الزمالك دايمًا هو الضحية. فحُب المعاناة هو تعويض عن الابتعاد عن البطولات الكبرى بالنسبة للزمالك، فدايمًا يبقى في حُب للمشاكل والأزمات، ومشكلة تنتهي مشكلة تانية تبقى موجودة، عشان الزمالك دايمًا يبقى محور الاهتمام، وهو الضحية، وهو الناس كلّها بتتكلّم عليه، فحجمه يكبر عن طريق هذه المشاكل والأزمات. وبنشوف بقى الزمالك مؤخرًا يعني دايمًا بيفتعل المشاكل، يعني مرّة يقول لك أنا هانسحب من الدوري، مرّة يقول لك أنا هانسحب قدّام الأهلي وهانسحب، ومرّة يقول لك أنا هالعب بالناشئين، وكل يوم والتاني يبقى في مشكلة بيقدّمها نادي الزمالك للساحة الرياضية في مصر عشان يفضل دايمًا متصدر المشهد وحجمه يكبر. فده حُب المعاناة اللي اتطوّر من المظلومية التاريخية لنادي الزمالك. وخلّينا بقى نتكلّم على الكارثتين اللي بتعملهم المظلومية، اللي هو الانهزامية والشماعة. خلّينا نتكلّم على الكارثتين دول في المواقف الأخيرة لمنتمين أو أعضاء مجلس إدارة أو مدير الفني للزمالك أو لجنة التخطيط. المواقف الأخيرة اللي أخدوها الناس ديّة في الزمالك اتجاه التحكيم أو اتجاه المؤامرات التحكيمية. فلو اتكلّمنا عن إن المظلومية بتدّي إحساس بالانهزامية، هنروح مباشرةً لتصريحات بيسيرو وتصريحات هشام نصر وتصريحات هاني شكري، هي كلّها تصريحات انهزامية. بيسيرو الراجل اللي هو لسه جاي ما بقالوش أسبوعين. طبعًا أي مدير فني جاي جديد لنادي الزمالك بيلتقط طرف الخيط إن الزمالك دوّة نادي مضطهد ونادي عليه مؤامرات، وهو عارف يعني المدير الفني دوّة أو بيعرف بسرعة إن الجمهور بتاع الزمالك بيحب يسمع النغمة دي، فيبدأ يتكلم هو كمان بيلقط طرف الخيط، ويبدأ يتكلم هو كمان في هذه النغمة. فبيسيرو ما ضيعش وقت وبدأ يتكلم هو كمان في هذه النغمة، وبدأ يقول لك إن الأخطاء التحكيمية ضد الزمالك أثّرت عليه في المنافسة على الدوري، اللي هو الراجل لسه جاي ما بقالوش أسبوعين وما يعرفش أصلًا الدوري المصري نظامه إيه أعتقد يعني. بس هي خلاص الأخطاء التحكيمية أثّرت على الزمالك في منافسته على الدوري. وهاني شكري طبعًا عضو مجلس الإدارة اللي قال لك إن إحنا نكمّل الدوري بالناشئين، طبعًا عشان الناس تطلع تجري وتقول له لأ بوس إيدك يا زمالك، أنت لو كمّلت الدوري بالناشئين الدوري هيبوظ. فالزمالك كده بقى إيه، محور الاهتمام. ده حُب المعاناة بقى. فالزمالك بقى محور الاهتمام ومتصدر الساحة، والناس كلّها باصّة عليه، والحق الزمالك ده هيلعب بالناشئين، اجري خلّيه ما يلعبش بالناشئين، الدنيا هتبوظ كده ومش عارف إيه، فكده الزمالك يبقى مبسوط. ده بالنسبة للشِق بتاع الانهزامية في المظلومية. الشِق بقى بتاع الشماعة وإن أنت ما تشوفش عيوبك كويس، ده واضح جدًا في موقف أحمد حسام ميدو، رجل كل العصور ورجل كل الإدارات الرجل اللي ودّى الزمالك في داهية قبل كده باختياراته الفنية. ميدو دلوقتي كعضو لجنة التخطيط هو متصدر الساحة في الزمالك، وأصبح تقريبًا القائم بأعمال
كل حاجة في نادي الزمالك، رئيس النادي والمدير الرياضي ومدير الكورة وكل حاجة يعني، وفاضل شوية ينزل مكان بيسيرو. فميدو هو الزمالك دلوقتي، فبدأ يتكلم هو كمان ويقول ان الحكام بيهم وعليهم، الحكام بيضطهدوا الزمالك، وهصعد الامر للفيفا. فطبعا ميدو قال الكلام دوت بعد الزمالك ما تعادل 3 ماتشات ورا بعض على يعني او تحت قياده المدير الفني اللي هو جابه في هذا الوقت من الموسم بيسيرو. يعني ميدو هو اللي مشى جروس، عشان تبقوا عارفين، هو اللي مشى جروس وهو اللي جاب بيسيرو، مش مجلس اداره الزمالك. يعني مجلس اداره الزمالك كان اداه او تول في ايد ميدو ان هو يعمل بيها اللي هو عايزه، مش اكتر. هو اللي قرر ان هو جروس يمشي دلوقتي وبيسيرو يجي دلوقتي. فميدو لما لقى ان الموضوع بدا يفرط من بيسيرو، وبدا يعني وبيسيرو بيتعادل 3 ماتشات ورا بعض بنفس النتيجه 1-1 فلقى ان هيبدا بقى الناس تاخد بالها ان الحركه اللي حصلت ديت بتغيير الاجهزه الفنيه في هذا الوقت من الموسم مش تمام. فقال يسبق ويبدا يضرب في الحكام، وياخد الحكام او التحكيم كشماعه يعلق عليها هذا الفشل المحتمل. يعني بدأ يسبق ميدو، يعني ميدو بقى عنده دلوقتي بعض الخبرة ان هو تخليه الخبرة دي تلحق شوية يسبق بموضوع الشماعات، ما يستناش شوية او ما يستناش لغاية الفشل الذريع ما يحصل يعني الاخر زي ايام اوسوريو. فميدو استخدم التحكيم كشماعة، علق عليها الفشل المحتمل مش الفشل الحاصل يعني. وفي نفس الوقت يعني ميدو عنده حاجة كده في دماغه، يعني هو مؤمن قوي بحتة الديرتي جيم والالعاب الذهنيه والحاجات الخزعبليه الماسونيه دي. ميدو مؤمن بالحاجات ديت، يعني انا فاهم ميدو كويس، انا عارف دماغه بتفكر ازاي. فهو بيستخدم برضو الموضوع دوت كورقه للضغط على التحكيم، ان هو يشوف يعني الزمالك عمال يهاجم التحكيم ويهاجم البنا وتحفظات على البنا قبل المباراه ومش عارف ايه، فالبنا ينزل يظبط الدنيا في الاخر للزمالك. فهو ميدو مؤمن بالحاجات ديت، ومؤمن ان هو لو عمل بعض التصريحات الحنجوريه ضد التحكيم، التحكيم هيجيب ورا ويبدا يجامل الزمالك. عشان ايه؟ التحكيم مش قد، طبعا ميدو مش قد الصياح بتاع الزملكاويه. فميدو ده اللي في دماغه، ان هو يستخدم التحكيم كشماعه، وان هو يستخدمه كورقه ضغط كنوع من انواع الديرتي جيمز اللي هو مؤمن بيها جدا. والموضوع ده كله طبعا ما بيخليهوش يشوف العيوب الحقيقيه اللي موجوده في الفريق او في طريقه تفكيره هو شخصيا. ان هو يعني ازاي هو غلط ان هو غير الجهاز الفني للزمالك في هذا الوقت من الموسم، مع ان جروس كان ماشي بشكل مش بطال، والراجل اللي جه مكان جروس ما عملش التغيير الواو يعني، فاهم؟ ف وفي نفس الوقت برضو ان ميدو عنده عيب قاتل في طريقه التفكير، ان هو مش بيعرف يجيب الرجل المناسب في الوقت المناسب. واتكلمت في الموضوع ده قبل كده في قصه اوسوريو. فدي المشاكل اللي بتعملها المظلوميه والمؤامرات التحكيميه والايمان بالمؤامرات التحكيميه. دي المشاكل الرئيسيه، مشكله المظلوميه انها بتعمل انهزاميه، ومشكله انها بتقدم لك حل جاهز كشماعه لفشلك. ودول بقى او دي الحاله الزملكاويه الاخيره اللي موجوده على الساحه، وعلاقتها بالكارثتين دول اللي بتعملهم المظلوميه. فالمظلوميه حاجه سيئه جدا. المؤامرات او الايمان بالمؤامرات بشكل عام حاجه سيئه جدا، ومش من شيم مش من شيم الفرق الكبرى او فرق البطولات. عشان الفرق الكبرى وفرق البطولات عندها المفروض من الامكانيات انها تاخد اي بطوله هي عايزاها، او تنافس على اي بطوله هي عايزاها، بغض النظر للتفاهات التحكيميه، للاخطاء التحكيميه. الاخطاء التحكيميه موجوده ضد كل الفرق. لكن انت لو خسرت بطوله كبيره، فتأكد تماما ان انت عندك اخطاء وعيوب كتير جدا موجودة عندك في الهيكل الاداري، موجودة عندك في الهيكل الفني، موجودة عندك في اللعيبة. هي اللي خلتك تخسر البطولة الكبيرة ديت. يعني مش اخطاء تحكيمية او مؤامرة تحكيمية بالشكل اللي بيؤمن بيه اعضاء مجلس ادارة الزمالك او جمهور الزمالك او اعلام الزمالك. فده اللي انا حبيت اقوله بالنسبة لقصة المظلومية وقصة المؤامرات التحكيمية والحالة الزملكاوية الأخيرة الملتبسة اللي اتجهت كلها نحو نظرية المؤامرة، وتطور الموضوع عندها الحب للمعاناة عشان تكبر حجم نادي الزمالك على الساحة ويفضل موجود دايما حتى لو بشكل سلبي. أتمنى أشوف آرائكم في الكومنتات، وأتمنى لو عجبكم الفيديو تعملوا له لايك وسبسكرايب للقناة لو حضراتكم مش مشتركين لسه. وأشوفكم قريب على خير. سلام.